تعرفوا إن المتحف المصري الكبير مش بس أضخم متحف للحضارة الفرعونية في العالم، ده كمان أول متحف في إفريقيا والشرق الأوسط ياخد شهادة إيدج أدفانسد من مؤسسة التمويل الدولية IFC، ودي واحدة من أعلى شهادات المباني الخضراء في العالم. الشهادة دي مش سهلة، بتتمنح بس للمباني اللي بتقدر توفر أكتر من 40% من استهلاك الطاقة، و20% من المية، و40% من مواد البناء مقارنة بالمباني العادية. المتحف قدر يحقق ده من خلال نظام تهوية طبيعي ذكي بيستغل اتجاه الرياح، وأسقف عاكسة بتقلل سخونة الجو جواه، وإضاءة LED بتوفر حوالي 60% من الطاقة. حتى المية هناك بتتجمع وتتفلتر وتعاد استخدامها في ري المساحات الخضراء حوالين المتحف، والنتيجة مبنى بيضم أكتر من 100,000 قطعة أثرية وبيستهلك طاقة أقل من نص اللي بيستهلكها أي مبنى بالحجم ده. يعني وانت بتتفرج على كنوز توت عنخ آمون، المبنى نفسه بيحكي قصة حضارة لسه بتقود العالم، بس المرة دي مش بالحجر والذهب بس، إنما كمان بالعلم والوعي البيئي.